ناس كتير هتزعل مني بسبب الفيديو ده، بس المسلسلات التركية كلها واحد، نمط واحد وبيتكرر في كل المسلسلات. ولو انت مش مصدقني اتفرج على الفيديو ده وهقولك ازاي تعمل اي مسلسل تركي ناجح وبكل سهولة. مبدئيا كده مفيش مسلسل تركي نجح غير وهو كسر كل قواعد المنطق، فوانت بتتفرج فوت وما تتعبش دماغك في التفكير عشان انت هتتعب على الفاضي. فاهدى واتفرج وانت ساكت. خلي الحلقة بتاعتك طويلة، ومش طويلة بس، لو انت عملت حلقة اقل من ساعتين يبقى انت مش تمام، ولو عملت الحلقة 3 ساعات الا ربع يبقى انت برنس وتلعب في البريمير ليج مستريح. طب ليه كل ده؟ علشان المشاهد لازم يتعذب معاك وما يقدرش يخلص منك ابدا. طب ومحتوى الحلقة بقى نفسها، اعمل دراما اوفر وشحتفة بلا هدف، خلي اي موقف بسيط يتحول لكارثة قومية، اعمل كلوزات كتير على الممثلين، خلي كله يخون بعض، زود في المؤامرات، لو الاحداث بتهرب منك يبقى في جريمة قتل هتحصل، سسبنس، والاحداث خليها كلها غير منطقية، اللي هو انا هحاول ابيعها لك وبالعافية. والثقة هنا اهم من المنطق، ما انت لازم تتصدق. يعني مثلا لو في بنت متبناء وخلاص هتكتشف مين ابوها وامها الحقيقيين، اسكت، لا طبعا، ارجع لي بقى فلاش باك 20 سنة ورا وخلي ناس ملهاش لازمة جوه مركز الاحداث. وعادي افتكر ان احنا عايزين الحلقة تطول، وطول ما الحبكة ما اتحرقتش هيفضل المشاهد مكمل معاك عادي. ولو اتفرجت على مسلسل واحد تركي على الاقل في الكلام اللي انا بقوله ده، اكتب لنا في التعليقات حصل ولا ما حصلش. نيجي بقى للشرطة، خلي 3/4 جهاز الشرطة فاسد، والكويس فيهم يا اما مغلوب على امره، يا اما هيموت في نص الموسم، يا اما هو اصلا فاسد واحنا لسه ما نعرفش. والعيلة بقى دي اهم عنصر، مفيش حاجة اسمها عيلة محترمة 100%. ابوك ممكن يبقى فاسد، امك عندها سر ومخبيه عنك، اخوك شغال مع المافيا، وانت يا عيني واخدهم مثل اعلى وما تعرفش انهم اصل البلاوي كلها. وطبعا اهم حاجة لازم قصة حب مستحيلة، مش مستحيلة علشان فرق طبقات بس، لا خليك كرياتيف. البنت اللي بيحبها ابوها قتل ابوه، او اختها متجوزة عدو، او هو اصلا ظابط وهي بنت تاجر مخدرات. وبونص بقى ليك لو خليت في اسم المسلسل كلمة اشك، يعني عشق او حب، يبقى كده المسلسل بتاعك اتباع يا معلم. المهم خلي بالك الحب ده ما ينفعش يكمل ابدا، ولو كمل لازم يدمر كل اللي حواليه، ولازم حد فيهم في نص المسلسل يخبي سر مهم عن التاني، عشان لو عرف يا حرام هيسيبوا بعض. نيجي بقى لأهم حتة اللي هي نهاية الحلقة. احشر كل اللي نفسك فيه طول الحلقة براحتك، نظرات، موسيقى حزينة، قاعدة على بحر وذكريات، لكن اخر ربع ساعة خط احمر، ارفع الريتم فجأة، حط كل اللي نفسك فيه، خيانة، اعترافات، قتل، حد سمع حاجة وحط تخيلات غلط، حد دخل في نص الحوار، وبالظبط كده زي ما توقعت قبل ما المشهد ما يخلص واهم بلوت تويست يتعرف، هوب كات والحلقة خلصت. ما انت لازم تسيب المشاهد يقول لا انا لازم اشغل الحلقة اللي بعدها حالا، وضروري لازم تبدأ الحلقة اللي بعدها ببلوت تويست ما يحرقش اللي حصل في نهاية الحلقة اللي قبلها. اصل معلش يعني لازم يكون في تدخل حصل، رصاصة طايشة تموت الشاهد الوحيد، حد مات يطلع عايش، حادثة، حد يظهر من الماضي، سر جديد. وبكده مبروك عليك يا معلم، انت عملت مسلسل تركي ناجح. ورغم كل اللي انا قلته ده يظل المسلسل ممتع وبرضه تبقى عايز تتفرج عليه. لو كملت الفيديو ده للاخر يبقى خش في حضن اخوك يا فواز، انت كده ضحية مسلسل تركي. اكتب في التعليقات ايه المسلسل اللي عمل فيك كده.